في زمن كانت فيه المرأة نادرا ما تخرج من عباءة التقاليد، ظهرت فتاة من ريف مصر تحدت الصعاب واخترقت أسوار العلم عشان تكتب اسمها بحروف من نور في سجل الخالدين. اسمها سميرة موسى. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست نماذج مشرفة. اتولدت سميرة سنة 1917 في قرية سنبو بمحافظة الغربية. من صغرها كانت متفوقة في دراستها، والتحقت بكلية العلوم بجامعة فؤاد الأول، وهناك لفتت نظر أستاذها الدكتور علي مشرف فآمن بموهبتها العلمية الفذة. اهتمت سميرة بالطاقة النووية، لكن مش علشان تصنع سلاح، بالعكس حلمت إنها تسخر الطاقة الذرية لخدمة الإنسان وتوصل لعلاج للسرطان بأسعار بسيطة. سافرت للولايات المتحدة بمنحة لدراسة التطبيقات النووية، وفتحت لها المعامل الأمريكية أبوابها. وفي سنة 1952 اتعرضت لحادث غامض في كاليفورنيا لما عربيتها وقعت من فوق جبل. السواق اختفى والحادث اتقال إنه مدبر. رحلت سميرة موسى، لكنها زرعت بذرة الحلم، حلم العلم النظيف والسلاح اللي ما يقتلش، ولسه صوتها بيرن في الذاكرة. العلم سلاح الشعوب الحقيقي. سميرة موسى عالمة الذرة المصرية وبطلة حلم لم يكتمل لكنه لم يمت.